السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عمران. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو تكملة للحلقة اللي فاتت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أهم شركات التوظيف اللي موجودة هنا في الإمارات، وكمان شركات الأوت سورسنج. فما تنساش تكون متأكد إن أنت عامل اشتراك في القناة، وبعد إذنك تعمل لي لايك علشان ده حاجة بتدعمني أو بتخلي الفيديو ينتشر، وتابعني لغاية الآخر. في الأول محتاجين نعرف إيه الفرق ما بين شركات التوظيف وشركات الأوت سورسنج. شركات التوظيف بتكون كل مهمتها إن هي بتختار الناس وبتشغلهم لصالح شركات تانية، يعني هي دورها بس بتكون إن هي بتشغلك لشركة تانية، بس هي بتعمل لك المقابلات، تكون موافقة نهائية للشركات التانية. لكن بقى بالنسبة للأوت سورسنج ده مختلف شوية، إن أنت بتشتغل عند الشركة دي لصالح شركة تانية، يعني أنت تبعيتك وكل حاجة بتكون تبع الشركة الأوت سورسنج، اكنها بالظبط زي ال HR او ادارة الموارد البشرية لشركة تانية خالص. ده الفرق ما بين الاتنين. هنيجي بقى لاهم الشركات التوظيف وشركات الاوت سورسنج اللي موجودة هنا في الامارات. وطبعا الشركات اللي انا هقولها دي شركات مضمونة، وشركات بقالها كتيرة جدا فاتحة في الامارات. ونيجي للشركة الأولى، هي شركة اونوفيشن. شركة اونوفيشن من الشركات القديمة جدا اللي موجودة هنا في الإمارات، هي مقرها الأساسي في دبي. فاتحة من سنة 1994، يعني شركة بقالها كتير، ومن الشركات المضمونة وليها أكتر من مجال زي خدمة العملاء وزي السيلز. ونيجي للشركة التانية اللي هي أشهر شركات التوظيف أو الأوت سورسنج الموجودة هنا في الإمارات، وهي شركة كوبولا. شركة كوبولا تقريبا هي شركة ما بترفضش حد، بس اهم حاجة يكون عندك خبرة ويكون الانجليزي بتاعك مستوى مقبول. الشركة بيكون عندها اكتر من اكاونت، يعني اكتر من شركة متعاقدة معاها زي الكاستمر سيرفيس وزي السيلز، وعندهم اكاونتنج، يعني عندهم اكتر من مجال. وهي من الشركات القديمة جدا ومش الشركات الكبيرة اللي موجودة هنا في الامارات. نيجي للشركة الثالثة، هي شركة تاسك. شركة تاسك موجودة هنا في الامارات وليها اكتر من فرع على مستوى العالم. وكمان الشركة دي ليها ميزة ان هي بتهاير من مصر مثلا، او بتهاير من اكتر من بلد. لو لقيت السي في بتاعك قوي وانت قدمت على الويب سايت بتاعهم، ممكن ان هم يتواصلوا معاك ويخلوك تيجي هنا الامارات. والشركة دي عندها اكتر من مجال ليه علاقة بالتكنولوجيا والسيلز، وعندها اكتر من مجال. انا عارف ان الحلقة النهاردة هيكون فيها معلومات كتير. لو انت بتزهق بسرعة، انا بنزل فيديو قصير بيكون 30 ثانية تقريبا، بيكون في ملخص الفيديو ده. ونيجي للشركة الرابعة، اسمها بلاس بوينت. والشركة دي بتهاير لشركات صغيرة او شركات متوسطة، وبرضه من الشركات القديمة اللي موجودة هنا في الامارات، ومن الشركات المضمونة. وبرضه من شركات الاوت سورسنج المشهوره هنا جدا هي شركه تيلي برفورمانس. شركه تيلي برفورمانس مشهوره جدا وعندها اكتر من اكونت خاص بالكاستمر سيرفيس، ومن الشركات الكبيره وليها فروع كتير جدا، حتى ليها فرع في مصر وليها فرع في الدول الاوروبيه. ومن الشركات التقيله جدا تقدر ان انت تقدم فيها وانت مطمن. في اكتر من شركه توظيف او اكتر من اوت سورسنج مضمونين، بس انا قلت لكم اشهر الشركات. وانا برضو هحط لكم في صندوق الوصف الايميلات الخاصه بالشركات المضمونه واكتر من شركه تانية. اتمنى ان انا اكون فدتكم، ولو وصلت لغايه هنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. سلام.